السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله خميس من تكنو اب. موضوع النهارده ان شاء الله هيتكلم عن مقارنة بين وصلات او واجهات الاي دي اي والساتا. مقدمة: تعريف بوصلات او واجهات التوصيل لاجهزة التخزين. من الطبيعي جدا ان يكون مكونات الحاسب الشخصي او اي جهاز كمبيوتر اللوحة الام ووحدات التخزين. لكي يكتمل نظام نقل البيانات الخاص بالجهاز لابد من توصيل وحدات التخزين باللوحة الام، وتكون وسيلة التوصيل دي هي واجهات او وصلات التوصيل. هما نوعين منذ بدء الماس برودكشن او الانتاج لاجهزة الحاسب الشخصي على المدى الكبير، هما الاي دي اي والساتا. الاي دي اي هي الوصلات الاكثر شيوعا والارخص لهذا التطبيق اللي هو توصيل اجهزة التخزين باللوحة الام. الاي دي اي هي مرحلة من مراحل تطوير الوصلات دي، كانت اخدتها الويسترن ديجيتال، وكان اختصار لإلكترونيات السواقات المدمجة زي ما هنعرف بعد كده. وبعد كده في بداية 2007 دخلت وصلات الساتا اللي هي قامت بإحلال مكان الاي دي اي في كل الأنظمة الجديدة، وطبعا لذلك تم تسمية الاي دي اي بأثر رجعي البارل الآتا أو الآتا المتوازية، والساتا هي السيريال آتا أو آتا المتسلسلة. ان شاء الله هنبتدي في مقارنة ما بينهم كالتالي. اول نقطة في المقارنة: مدلول الحروف الاولية. بالنسبة للاي دي انتجريتد درايف الكترونكس، اما الساتا سيريال ادفانسد تكنولوجي اتاتشمنت. الترتيب في الظهور بديهي جدا، الاي دي ظهرت قبل الساتا والساتا ظهرت بعد الاي دي. سنة الانشاء: اي دي اي تم انشاء سنة 1986، اما الساتا ظهرت 2003. التوصيل الساخن. يعني ايه التوصيل الساخن؟ يعني امكانية توصيل مكونات اثناء عمل الجهاز. الاي دي اي لا تدعم مثل ذلك التوصيل، اما الساتا بتدعم. سرعة نقل البيانات: بالنسبة للاي دي اي تصل الى 133 ميجا بايت كل ثانية، اما الساتا تتراوح من 150 ميجا بايت الى 6 جيجا بايت لكل ثانية. شكل كابلات نقل المعلومات: الاي دي اي معروف جدا ومشهور ان شكل الشريط، شكل الكابل عبارة عن شريط وعريض ويصل طوله الى 47 سنتي او 18 بوصة، اما الساتا فهي ضيقة ورفيعة ويصل طولها الى حوالي 99 سنتي او 39 بوصة. المميزات: هنلاقي الاي دي اي بتبقى من مميزاتها الماكسيمم كومباتيبيليتي او التوافق الاقصى مع النظام بتاعها، اما الساتا فعشان هي صغيره في الحجم بتسهل عمليه الاير فنتيليشن او الاير سيركيليشن داخل الكيسه بتاعه الجهاز، بالتالي بتقلل من حجم كميه الحراره المتزايده من عمل الاجهزه الداخليه للجهاز، وبالتالي بتزيد من عمر الجهاز بتاع الخاص بك. العيوب: هنلاقي الاي دي لا تدعم التكنولوجيا الجديدة، اما الساتا احيانا بتحتاج الى كود تعريفي او درايفرز عشان تعرف وحدات التخزين اثناء عملية تسطيب النظام التشغيل بتاعك او تسطيب الاو اس بتاعك. وهنلاقي برضو ان هي بتدعم وحدة تخزين واحدة بس لكل كابل. الجامبرز هي قطعة بلاستيكية صغيرة في اطرافها وصلات نحاسية، كانت موجودة في وصلات الاي دي اي، لان من المحتمل جدا اللي يكون الجهاز بتاعك بيحتوي على اكثر من وحدة تخزين، لكن النظام مش هيعرف اني وحدة هي الوحدة الرئيسية يقوم منها بتحميل نظام التشغيل، ولهذا نستخدم الجامبرز دي في تحديد اي الوحدات الرئيسية من الثانوية لكي يتعرف النظام على اي وحدة هي الماستر واي وحدة هي السليف. ده بالنسبة للاي دي اي. اما الساتا هنلاقي نظام الساتا لا يستخدم مثل ذلك الجامبر، لانه بيدعم وحدة تخزين واحدة لكل كابل، وبتقدر تحط وحدات تخزين على قد فتحات البورتات اللي موجودة في المظهر بوصلات الساتا، وبتقدر تحدد اي وحدة هي الوحدة الرئيسية من لما تعمل اكسس لاعدادات البايوس للسيتنجز بتاعت البايوس، وتقدر تقول انهي وحدة هي الوحدة الرئيسية. لو عايزين تعرفوا ايه جامبر دوت هنرجع ورا هنشوف في الصورة بتاعت الاي دي اي، هنلاقي ان
حتة البلاستيك البيضة دي هي دي الجامبر اللي بيتم من خلالها تحديد اي الوحدات التخزين الرئيسية من الفرعية. ودوت اخر حاجة كنا بنتكلم عليها، اللي هي الجامبرز. وبكده يبقى وصلنا لنهاية موضوع اليوم، اللي هو مقارنة بين وصلات الساتا والاي دي اي. نشكركم لحسن استماعكم، ونلقاكم على خير في الحلقة القادمة. متنسوش تعملوا سبسكرايب للشانل وتشيروا الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.